بمدينتي الدار البيضاء والمحمديه. محاوله خطيره والهدف، هدف اول في بدايه. كنقوم ان كل لاعب عول على اللاعب الاخر انه يبعد الكره. الحديث حول عبد الحميد عيت بودلال وكذلك العميد احمد خطير، واستغل هذا الخطا وعدم انسجام بين اللاعبين في ابعاد الكره. تسجيل هدف علائي، هدف الامتياز مادام الكره اللي فاتت المنتخب الوطني المغربي. انتبهوا هذه الفرصه، امكانيه استغلالها، محاوله تسديده، فرصه مرت جانبا، محاوله بواسطه لاعب رضا العلاوي لاعب فريق الفتح الرياضي. اول محاوله لفائده المنتخب، رفعت الكره داخل منطقه الجزاء. هذه فرصه لفائده العناصر الوطنيه من المنتخب الوطني المغربي. تلعبات الركنيه، تمريره، هذه فرصه داخل منطقه التونسي. كيرفع الكره، حذري من الكرات الراسيه خطيره لفائده المنتخب التونسي. لازم التغطيه، حذري من علي. الحكم كيطلب مواصله اللقاء في الوقت اللي اعتماد مع رفع الكره. دي فرصه البحث عن الراسيه، دائما خطوره، فرصه الهدف، فرصه الهدف تضيع على المنتخب الوطني المغربي. تمريره لعبت الكره دائريه، هذه فرصه تسديده عرضيه، تدخل الدفاع دائما، محاوله فداء المنتخب الوطني المغربي الراسيه، ولكن كره مشات بعيد. كانت تسديده لاعتماد معامه، كره مرات جانبا، فرصه لفداء المنتخب الوطني المغربي. لاحظوا التراجع ديال اللاعبين ديال المنتخب التونسي. هذه محاوله، مشات الكره داخل منطقه الجزاء ولكن خروج الحارس. كانت متابعه، كيرجع الكره لمعاد الضحاك رفع الكره في القائم الثاني، تدخل نفذت الركنيه داخل منطقه الجزاء. هناك خطا لفداء، كيلعب الكره طويله في اتجاه اللاعب عثمان معامه. عثمان تغطيه حاضره، علاء الدين دربالي سقط خارج ارضيه الملعب. كانت متابعه عثمان معامه، لقى امكانيه تمرير مستوى الجهه اليمنى. بالفعل مشات كره عند عثمان معامه، تدخل وابعاد الكره، كره خارج ارضيه الملعب. حذاري من الاخطاء بودلال. هذه فرصه لحسن الحظ التغطيه، حذاري من الاخطاء للمنتخبات القويه. هذه فرصه ومحاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي، الدخول داخل منطقه الجزاء، تمريره، فرصه، تدخل وابعاد الكره. كانت محاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي، ممتاز لاعب فؤاد الزواني. كاين هناك وضعيه تسلل، تمرير عند اللاعب علي معمر، رفع الكره. هذه فرصه ضربت مقص ولكن بعيده. المنتخب الجزائري تونس 70. هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي داخل منطقه الجزاء. كره من جديد، لاحظوا الان الضغط بالنسبه للعناصر الوطنيه. ممتاز فرصه، امكانيه تمرير، فرصه الهدف، ولكن تدخل وابعاد الكره. عثمان معامه كنقول بانه قام بكل شيء. لعبت الكره دائريه، البحث عن الراسيه، مستوى الجهه اليسرى، رفع الكره داخل منطقه الجزاء. هذه محاوله، خروج حارس المنتخب التونسي عند اللاعب خليل عياري. تمريره خليل عياري من الجهه اليمنى، كره مره. هذه محاوله، امكانيه تمرير، الفرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. تمريره عند اللاعب عثمان معامه، فرصه، تدخل الحارس، تسديده عثمان معامه وتدخل الحارس وياخذوا الاماكن ديالهم. مشات كره، هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي، محاوله بواسطه اللاعب عثمان لامكانيه التمرير، تدخل اللاعبين ديال المنتخب التونسي. لاعب معاد الضحاك كيمر في الجهه اليمنى، عثمان معامه، عثمان تمريره بالوسرى، امكانيه التمرير من طرف لاعب فؤاد الزهواني، رفع الكره، فرصه راسيه، فرصه ومحاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي. دائما محاوله، هناك المطالبه بضرب الجزاء، الحكم كيوقف اللاعب في الوقت اللي كان المطالبه بلمسه يد. سلامات داد، هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي. استرجع كرة، الحكم كان الخطأ لعب معاد. ممتازة، هذه فرصة، تسديدة، دائما محاولة لفائدة العناصر الوطنية. وصلت كرة عند عثمان معامة اللي خلى الكرة تخرج خارج أرضية الملعب، والركنية عثمان معامة. هذه فرصة بالكعب، محاولة داخل منطقة الجزاء، إمكانية تسجيل، إمكانية تسجيل، تدخل الدفاع. كانت فرصة، نفذت الركنيات، لعبت كره دائريه، الراسيه ديال بودلال، ولكن جيل تدخل الدفاع. كانت فرصه ومحاوله دائما لفتاه المنتخب الوطني المغربي. هذه فرصه، تدخل والكره في الركنيه. المنتخب الوطني المغربي كان بامكانه يسجل هدف التعادل في هذه الدقائق. تابعنا المحاوله الاولى
انه الهدف ما ياثرش على اللاعبين. خروج الحارس مره اخرى ريان، تسديده الكره بالكعب دائما محاوله. حارس المرمى سعد ناحيه الشمال زهواني ولكن الحكم بيحتسب ضربه حره مباشره لصالح فؤاد زهواني. امبرابي وهدف عالمي زي ما قلت لكم. رقم 10 معاذ ضحاك، هدف التعادل. معاذ ضحاك في الدقيقه 49. هدف التعادل بيحرزه اللاعب معاذ ضحاك، هدف التعادل للمنتخب المغربي من تكتيك اتعمل في الضربة الحرة المباشرة. شاط معاذ ضحاك كورة حلوة جدا 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 على يسار الحارس بس تمر على طول الأرضية زاحفة. بيلعبها ضحاك ناحية اليمين لعثمان معمعة، عرضية معمعة 14 سعد الحداد. يا ولد لعيب كبير سعد، لعيب كبير عليه. الله سعد الحداد من اختراق مميز، عدى من اكتر من لاعب وسدد كرة عالمية ترتطم بالقائم. عنده سنة مهارة بشكل كويس. توصل يا خليل مهاري يا لعيب ماشي، انطلق دخل منطقة جزاء وضربة حرة غير مباشرة على خط منطقة ال 18 وانذار لرقم 5 رضا العلوي. انذار المرة الثانية ولا ينيس بنشاوش ليه رأي تاني. عيالي سعد الحداد يا ولد عرضية حلوة مرة تاني لسمير المرابط جوه المنطقة، عايز يلعبها زهاوي يوسف ويلعب عرضية كروس حلوة قوي وبينهم بيلعبها لآدم المختاري اللي لسه نازل. آدم بيلعبها حلوة لضحاك بيلعبها العلوي الهدف الثاني في الدقيقة 70 من أحداث الشوط الثاني. في الدقيقة 70 علوي يحرز الهدف الثاني لمنتخب المغرب. زي ما قلت لكم علوي تعليمات من محمد وهبي مدير الفني لمنتخب المغرب ان علوي يكمل مع المهاجمين، وشفناه في كورتين وضاعوا. الكرة الثالثة والثالثة ثابتة، احرز الهدف الثاني لمنتخب المغرب.